السلام عليكم. في البداية الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعشر مبروك وعيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم غنقدم لكم واحد الكيكة رائعة شهية سهلة بسيطة بمكونات اقتصادية وصحية. غنحتاجو فيها طبعا الخوخ، واحد 3 الخوخات ولا جوج اللي كان عندكم متوفر. انا احتاجيت 3 الخوخات لان المول اللي وضعت فيه كبير. هذه هي الكيكه اليوم اللي غنقدم لكم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. كتوجد في نص ساعة. الصراحة رائعة شهية، تقدميها للضيوف ديالك، لأطفالك، لدارك، لنفسك بالصحة والراحة. كتوجد بسرعة في نفس الوقت. كتجي رائعة، كتجي بحال انطاغط. وداك الخوخ كيجي معسل وفي نفس الوقت كيجي بحال كريم باتيسيير، كيجي رائع لا يعلى عليه. هذه هي الكيكه اللي غنقدم لكم اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ما نكونش طولت عليكم. انا شاركت معكم جميع المراحل من الاول للاخر باش تشوفوا معايا الطريقه ديالها. طبعا كما غتشوفوا معايا هاد الكيكه بحال الا كيكه عاديه نحتاج فيها غير جوج بيضات وكيكه من الحجم الكبير كما كتشوفوا معايا. الطبسيل الكبير وضعتها في مول كبيره بجوج بيضات فقط، والخوخ من الفوق. كتجي شهية معسلة، انتم كما كتشوفوا معايا جات عالية وهشيشة ومعسلة ومعلكة، وفي نفس الوقت ما تشبعوش منها وخفيفة، ما تضركم ما والو، بالصحة والراحة. نتمنى الكيكة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ونبقاو مع المقادير. عندنا 3 الخوخات مقطعين رقاق على شكل هلال، معلقه كبيره د الخل، جوج خمارات بيكين باودر 16 غرام، وواحد الخماره بيضه للنكهه ديال الفاني، وواحد كاس ديال دانون ديال الفاني، جوج بيضات فقط، كاس لاروب ديال الزيت نفس العبر ديال الكاس. انا ما استخدمتش العنبه. كاس ديال اتاي استخدمت كاس لاروب ديال الزيت، كاس مع مرش ديال سنيده، وكاس ديال الحليب، وطبعا جوج كيسان ونص ديال الدقيق. انا اللي دخل ليا طبعا كما العاده باش كتكتبي الرقم وكيبقى لكم مكتوب على الكيكه. هادو هما المكونات. طبعا كما كنستخدموا الكيكه العاديه، قبيصه ديال الملح لتعديل الذوق. كنحاولوا نضربوا مزيان البيض مع قبيصه الملح. كنضيفوا السكر الخشن سنيده، كاس مع مرش. طبعا ممكن توضعوا كاس، انا ما كتعجبنيش الحلاوه بزاف، ممكن توضعوا غير نصف كاس الا ما كتعجبكمش الحلاوه، كتعجبكم قليله. لان فاش كتوضعوا كاس لاروب كتجي الكيكه ما حلوه ما ناقصها الحلاوه. وكنضيفوا الحليب تدريج كتشوفوا معايا. غنضيف دانون ديال الفاني ونضرب مزيان. كنحاول نضرب مزيان حتى كيتجانس ليا الخليط. من بعد عاد غادي نضيف شويه بشويه الدقيق. كما سبق ليا وقلت لكم هاد الكيكه كتجي شويه قاصحه، باش ملي كتوضعي فوقها داك الهلال ديال الشكل ديال الهلال ديال الخوخ، ملي عاد تستفيهم ما تهبطش الكيكه ديالكم، تكون خفيفه بزاف وتهبط. انا دخلت ليا جوج كيسان ونص ديال العنبه، 250 غرام ديال الدقيق. هذا هو المقدار اللي دخل ليا في هاد الكيكه. طبعا ما غاديش نساو الخل باش غادي تجينا باش ما تهبطش.
كنوضع هنايا خمارة ألزا بيضة للنكهة باش كتجي ديك النكهة لذيذة وزوينة ديال الكيكة ديالنا. نحاول نضرب، ضروري هاد الكيكة ما ديروهاش خفيفة، حتى تكتب لكم الرقم فوق الكيكة ديالكم ويبقى مكتوب مدة، عاد تعرفوا باللي الكيكة ديالكم صافي ما تزيدولهاش الدقيق. صافي فاش عاد نوضعوا ليها الخل عاد يجيبها هشيشه، 2 خمارات بيكين باودر 16 غرام، وعاد نضربوا الخليط على ما عاد نمزجوه مزيان. نضيفولو معلقه كبيره ديال الخل. كنحاول نمزج الخليط ونزيد الدقيق حتى كنسالي دوك 2 كيسان ونص وكيتكتب ليا الرقم كما كتشوفوا معايا. غنضيف المعلقه الكبيره ديال الخل ونخلط مزيان، نحاول ما يبقى ليش دقيق ونمزج الخليط مزيان، ومن بعد عاد كنوضعو في المول اللي كنكون دهناها بالزبده او الزيت ودايره فيها الدقيق. ها نتوما كما كتشوفوا كنشوف واش تكتب ليا الرقم من هنا، واخا تكتب دغيا مشى. زدت شويه ديال الدقيق، في الغالب انا غير كيتكتب ليا الرقم واخا يمشي ماشي مشكل، ولكن دابا باش ما يهبط لياش الخليط حيت عاد نوضع فوقو الخوخ كما سبق ليا وقلت لكم دخلوا ليا 3 الخوخات لان الكيكه درتها في مول كبير تبارك الله جات كبيره من الحجم الكبير كما سبق ليا وتشاركت معاكم. يلا 2 بيضات هما اللي استعملنا في هذا الخليط. دابا تكتبات ليا 8 وما هبطاتش، انا ما قربت لكمش باش تشوفوا. صافي ندهنا المول، غادي نوضع فيها هذا المول الا بغيتوا الكيكه ديالكم كاع ما تهبطش وتكونوا متاكدين 100% توضعوها في الفريغو في الكونجيلاتور في الثلاجه الفوق باش كتوضعوا ماشي كتوضعوا غير المول، تخليوها ملي تبغيو توضعوا الخليط ديالكم كتوضعوا فيها. انا هاد المره ما وضعتهاش واخا هكاك ما هبطاتش، ولكن الا بغيتو 100% ما تهبطش ليكم كتوضعوا المول في ملي كدهنوها توضعوها في الثلاجه في الجهه ديال الثلج. صافي لما وضعت الخليط ديالي من بعد ما نزلت الخليط ديال الكيكه في المول كنحاول نستف الخوخ اللي راني وضعها الشرائح. طبعا ما حيدش القشره ديال الخوخ، غير غسلته مزيان ووضعته شرائح على شكل هلال رقيقه، ما وضعتوش شرائح غليظه. وغندوروا على المول ديالي كامله، غتشوفوا معايا التستيفه وغنوضعوه في فران سخون وغنخليوه واحد نصف ساعه 25 دقيقه. ها هي طايبه الكيكه ديالكم 25 دقيقه كتشوفوها واش طابت وبالصحه والراحه. الا كان عندكم الفران الكهربائي لا طيبوها على درجه 180 درجه، كان عندكم الفران ديال الغاز كتسخنوه كما العاده الكيكه العاديه ديالكم، ومن بعد فاش كتحطوا الكيكه ديالكم كتنقصوا عليه وبالصحه والراحه. نتمنى الكيكه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وحاولت نتقاسم معكم جميع المراحل من الاول للاخر. كنحاول نوزع شرائح ديال الخوخ على الكيكه كامله. طبعا الشكل اللي بغيتو ديروه وضعوه، انا اقترحت عليكم هذا الشكل وانتم تقدروا تفنوا وتوضعوا شكل افضل من هذا الشكل اللي انا قدمت لكم. هذه هي الطريقه. من بعد فاش كنحط شرائح ديال الخوخ فوق الكيكه ديالي ما كنضغطش عليهم ونهبطهم، كنخليهم هكذا، كنوضعهم في الفران سخون وكنقص عليه وكنحاول الا كان الفرن ديال الغاز وكنخليه على ما توصل 25 دقيقه. كنشوفوا كنوضع واحد السكين في الكيكه ديالي، وجدات الكيكه ديالي لقيت السكين خاوي ما فيهش العجين ناشف،
طابها ديك الساعه كنتاكد بلي طابت الكيكه ديالي، كنحمرها وكنوضعها بالصحه والراحه. نتمنى الكيكه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى ما نكونش طولت عليكم، وبالصحة والراحة. هذه هي الكيكة اللي جات رائعة، وضعتها للضيوف الأولاد ديالي كما شفتوا بسلامتكم. جات شهية على شكل وردة، كتشهي لا في الشكل ولا في المذاق. وداك الخوخ جا على شكل باتيسري كريم باتيسير اللي كنوضعوه في لي طارت، جا رائع. ودهنتها، نسيت ما قلت لكمش، دهنتها بالمربى ديال المشمش او الخوخ اللي كان عندكم. انا كان متواجد عندي مربى المشمش، هو اللي وضعته فوق الوجه ديالها بالصحه والراحه. نخليكم مع الصور، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم الكيكه ديال اليوم. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.